اهلا بيكم مع روني. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي. هنعمل شاورمه اللحمه باسهل طريقه. طعمها جميل جدا وهنضيف لها مكون جديد هيخلي طعمها اجمل واجمل. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. هجيب نص كيلو من اللحمه هقطعه شرايح رفيعه، وبعد كده هضيف له بصله متوسطه مبشوره، وهضيف التوابل اللي هي معلقه صغيره من مرقه الخضار البودر اللي عملتها معاكم قبل كده، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقتين كبار من المستردة. وده المكون اللي هيخلي طعم شاورمة اللحمة في حتة تانية خالص. هقلبهم مع بعض كويس واسيبهم في التتبيلة دي قبلها بساعتين او 3، والأحسن اسيبهم في التلاجة قبلها بيوم. بعد كده هجيب طاسة هحط فيها معلقة من السمنة هسخنها كويس جدا، وبعد كده هحط شرايح اللحمة وسيبوها أول 10 دقايق، ما تقلبوهاش خالص عشان ما تنزلش المية بتاعتها. بعد كده ابتدوا قلبوها وسيبوها على النار لحد ما تستوي تماما. في الوقت ده هكون محضرة بصلة متوسطة مقطعة شرايح رفيعة، هضيفها على اللحمة وابتدي اقلبهم على النار لمدة 10 دقايق. بعد كده هبتدي اضيف فلفل، سواء عندك فلفل الوان او اخضر، قطعيه شرايح رفيعة وضيفيه على اللحمة. قلبيهم على النار لمدة 5 دقايق، وبعد كده ضيفي التوابل اللي هي معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة مرقة الخضار البودر، ومعلقة صغيرة من الملح. قلبيهم مع بعض كويس قوي، وبكده بقت عندك احلى شاورمة لحمة هتاكليها. عايزة تقدميها مع الرز ممكن، عايزة تقدميها مع عيش سوري براحتك. انا كان عندي كريب هقدمه مع الكريب، تعالوا نشوف هنقدمه ازاي. جبت الكريب هبتدي احط شاورمة اللحمة بالطريقة دي. بعد كده جبت كاتشب ومايونيز قلبتهم مع بعض ضفتهم على الشاورما، وهحط جبنة موتزاريلا على الوش. هقفل الكريب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، هقفله كويس جدا. وبعد كده هجيب طاسة هسخنها كويس على النار، وهبتدي احط الكريب عشان ياخد لون من ناحيتين، كل ناحية لمدة دقيقتين. وبكده بقى عندك احلى شاورمة لحمة، شايفين؟ جميلة جدا، واللون الكريب حلو قوي وطعمها خطير. جربوها بجد هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة، وما تنسوش تسيبوا لي كومنت حلو لان ده بيفرق جدا في الفيديو.